تكون طالع من الامتحان فتلاقي اشطر حد فيكم بيقول كلمته المعتاده: انا حليت وحش وحاسس اني هسقط، مع ان اكتر حد فيكم فاشل ممكن يقول الامتحان كان سهل. بس ازاي هو للدرجه دي كلكم مش سالكين؟ هفاجئك واقول لك ان هم سالكين وهم فعلا مفكرين ان هم حلوا وحش. بس ليه بيفكروا كده؟ الطالب الشاطر ده اللي بيقول انه حل وحش فهو داخل الامتحان مذاكر مثلا 100 صفحه، ولو جمعنا اسئله الامتحان هتلاقي ان هو اتسال مثلا في 4 صفحات من ال 100 دول، فبقى حاسس ان في 96 صفحه هو ما كتبهمش، يعني معظم اللي هو ذاكره ما اتكتبش في الامتحان. وده على عكس اللي ذاكر صفحتين بس ودخل كتبهم في الامتحان، ايا كان بقى صح او غلط، فهو بالنسبه له كده كتب كل المعلومات اللي عنده، فبقى عنده اعتقاد غلط انه حل صح. السبب الاهم بقى وده اللي بتفسره نظريه داين كروجر، وهي انك كل ما تعرف اكتر كل ما تدرك انك عارف اقل. يعني لما تذاكر 50 صفحه من 100 فتعرف ان في حاجات كتيره انت مش عارفها لسه، وده اللي بيخلي ثقتك في نفسك تتهز، غير لما تكون مثلا كل اللي ذاكرته 4 صفحات فتفتكر ان هو ده كل العلم اللي موجود اصلا، فده هيخلي عندك ثقه كاذبه في نفسك انك عارف كل حاجه. وده للاسف عموما في كل حاجه في الحياه مش في المذاكره بس.